السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، اخواتنا الصغيرين، دفعة تانية ثانوي. النهارده يا بطل ان شاء الله بقى هنبدأ نحل يونت 5 بارت 2، يونت 5 بارت 2، وهنكمل الأسئلة اللي احنا كنا سايبينها يعتبر في الجرامر. خلي بالك يونت 5 ده كان بيكلمني على السؤال المذيل اللي هي كلمة صح أو مش كده. الجزئية دي كنا شرحنا منها جزء وقلنا ان شاء الله هنكمله يونت 5 بارت 2. عايزك تستعد كويس جدا جدا ان في قواعد جديدة هتتشرح معايا. يلا بينا. تعالى بقى يا بطل نبدا حل ان شاء الله الاسئله اللي احنا كنا سايبينها الحصه اللي فاتت. تعالى نبدا نحلها دلوقتي، يعني عايزين نشرحها ونحلها. بسم الله كده. اول مثال بقول لك هنا nothing، شكرا. انا هجي لك هنا اي كلمه فيها thing لازم اعوض في الاخر بالضمير it. لازم everything something anything اي حاجه فيها thing بعوض باللفظ it. جميل يا مستر، حلو. ثم ولا اي حاجه. الإجابة اللي فيها كلمة زي هتبقى غلط، بس أنا عايز كلمة it. بقت يا الأولى يا التانية. يا الأولى دي يا جماعة كده نفي، التانية إثبات. شوف لي بقى الجملة في الأول دي مثبتة ولا منفية؟ الجملة هنا أولها كلمة إيه يا جماعة؟ no دي نفي، يبقى أنا عايز في الآخر إثبات. 3 و4 قواعد مهمة جدا جدا جدا. تعالى أشرحها لك هنا يا سيدي. هي قاعدة خاصة بكلمة I don't believe أو I don't think. تعال نكتبهم هنا بالراحة بس ركز فيهم بقى، اتفقنا؟ أنا همسح دلوقتي كده الحتة دي. إيه موضوع I don't think و I don't believe؟ تعال نكتبها. I don't think أو I don't believe. هيجيب لك بعديهم هو جملة، أي جملة. خلاص اسمع معايا الكلام ده كنا شرحناه في الحصة. اسمع معايا. I don't think و I don't believe، وحتى يا أخي كلمة I think و I believe أنا كده ببص على الجملة اللي بعدهم. يعني السؤال المزايل لما هيتعمل على الجمله اللي بعدهم، مش على I don't think او I don't believe او I think او I believe. الجمله بس السؤال المزايل هعمله في الجمله اللي بعدهم، الجمله اللي بعدهم. اتفقنا؟ يعني انت تقصد يا مستر ان انا دلوقتي السؤال المزايل اللي هيتحط هنا، السؤال المزايل بناء على الجمله دي مش على كلمه I don't think او I don't believe. صح، يبقى دي اول معلومه. طب تاني حاجه، كلمه I don't think و I don't believe بينفوا الجمله اللي بعدهم. تاني كلمة I don't think و I don't believe بينفوا الجملة اللي بعدهم. مثلا لما أنا أكتب لك هنا I don't think he is hungry. جميل. نقط. أول حاجة السؤال المزايل هيتعامل على أنهي جملة؟ اللي بعد I don't think اللي هي الجملة دي. اتفقنا؟ جميل كده. يعني هتستخدم أنهي ضمير يا جماعة؟ he، مش هستخدم أنهي ضمير؟ I. حلو يا مس. علاء فروبا بيقول لك بقى ان كلمه I don't think بتنفي الجمله اللي بعدها. يعني كلمه he is hungry هي حقيقه هي he isn't hungry. he isn't hungry. ليه يا مستر؟ انا بقول لك بقى جمله I don't think و I don't believe مالهم يا مستر؟ بينفوا الجمله اللي بعدهم. بالتالي السؤال المزيل هيكون اثبات. المعلومات دي كلها اتشرحت على فكره على السبوره. اتفقنا؟ انا بس عامل لك ريفريش لدماغك. طيب خلاص ماشي يا مستر، يعني انا بتعامل على الجمله الثانيه بالظبط كده. انا في 3 و4. تعالى لي كده بالراحه. الجمله من هنا تبان لك ان هي مثبته، والجمله هنا تبان لك ان هي مثبته في 3 و4. تقول لي بس للاسف هم في الحقيقه هم منفيين. ليه؟ كلمه I don't think و I don't believe بينفوا الجمله اللي بعدهم. اتفقنا؟ يعني اذا يا مستر إز دي اصلا اللي هي في سؤال رقم 4، إز دي اصلا هي كده حقيقة مكتوبة إزنت، فأنا المفروض أختار كلمة إز. صح، يعني إذا الإجابة دي يا مستر إز هي. مظبوط. هل ينفع أقول دونت أي ودو أي؟ تقول لي يا مستر أنا بلعب على الجملة الثانية مش على جملة I think أو I don't think أو I believe أو I don't believe. ماليش دعوة بيهم خلاص، أنا بلعب على الجملة الثانية. طب يا مستر اتفقنا. طب هنا فوق she stole دي تصريف تاني. جميل. كنا احنا قلنا في الحصه لما تلاقي تصريف تاني المفروض الناحيه التانيه احط didn't. بس للاسف كلمه I don't believe بتنفي الجمله اللي بعدها. فانا محتاج الناحيه التانيه اثبات. محتاج الناحيه التانيه ايه يا جماعه هنا؟ اثبات، مش محتاجه نفي. طب يا مستر يعني اذا يا مستر انت عايز تقول لي ان
كده كده الاي دي متشاله شكلا وموضوعا، متشاله شكلا وموضوعا. ليه؟ لان انا بلعب على الجمله الثانيه، بلعب على الجمله الثانيه. انت تعرف حقيقه الجمله الثانيه دي ايه؟ حقيقة الجمله دي هي منفيه. تاني، هي منفيه، منفيه، فالمفروض احط الناحيه الثانيه اثبات. طبعا الاجابه السليمه هنا هي تبقى كلمه ديد، بس هتزود عليها لفظ ديد شي. ديد ايه هنا يا جماعه؟ شي. 6 nobody، حوار body او حوار everyone. لو فهمت الاتنين دول كده خلاص يعتبر 3/4 درس اتلم لك. اي كلمه فيها body او فيها كلمه one. حلو. السؤال المزيل اللي هيتحط هنا بأنهي ضمير؟ قال لك ثابته ما بتتغيرش، الضمير they، الضمير they. اي كلمه فيها one او body، everyone everybody، someone somebody، no one nobody، لازم الضمير اللي هيتحط they. بالتالي انا في سؤالين زي دول في 6 و7 الحاجه اللي ما فيهاش زي هشطب عليها. في 6 مثلا اول اجابه ما فيهاش فيها زي ولتر سي مش موجوده، وفي 7 هنا ما فيش زي ولا هنا في زي، يبقى حلو جميل جدا جدا يا مستر، جميل جدا. خلاص احنا الاجابه فيها زي. طب الفرق بس ما بين بي وسي، من بين بي في سؤال رقم 6 بي في هنا هاف ودي هنا في دو. طب خلينا في 6 انت هتحط هاف ولا هتحط دو؟ انا مش عارف. اجي اقول لك اقرا الجمله من اولها. nobody has to، has to. تقول لي بص يا مستر احنا نعمل اتفاق، نعمل اتفاق. خلي بالك يا مستر، مش انت هنا هتحط زي؟ هحط زي. لازم الفعل اللي هنا يكون منطقي. يكون ايه؟ منطقي. يعني ينفع اختار كلمه اسمها is زي؟ غلط. ينفع اقول was they؟ تقول لي غلط، مش نافع. طب تعالى امشي معايا بالراحه، بالراحه بالذات السؤال ده. هنا يا مستر الهاز جه بعدها حاجه غير البي بي، اقول لك صح. تعالى الاول بس كده نشرب على الكلام ده. تعالى نشرب على الكلام ده يا عم. مستر الهاز لما كان بيجي بعديها يا مستر البي بي كنت بقلبها هازنت، صح؟ اما لو بعدها يا مستر مفيش بي بي بقلبها doesn't. اتفقنا؟ اتفقنا. هنا يا مستر الهاز جه بعدها مفيش بي بي، فالمفروض ان هي تتحول ل doesn't. اتفقنا. بس انا هنا مش هينفع اقول doesn't زي، عشان ازاي ما بتجيش مع ال doesn't. امال ازاي بتيجي مع الايه؟ شفت الصياعه؟ ازاي ما بتجيش مع ال doesn't؟ امال ازاي بتيجي مع الايه؟ بالظبط مع ال don't. فالاجابه السليمه هنا اللي هي كلمه do they. طيب اتفقنا. انت واخد بالك اصلا انا اخترتها هنا مثبته؟ هو انت ليه اخترتها مثبته يا مستر؟ لان المثال اوله كلمه nobody، ده نفي. ده هنا ايه يا جماعه كده؟ نفي. طب تعالى يا مستر في 7، تعالى يا عم في 7 everyone جميل is كده كده في one خلاص، يا اما don't they يا اما aren't they. is حلوه. هي الايز دي عباره عن ايه؟ تقول لي الايز هنا يا مستر جايه عباره عن verb to be، am وis وار ووز وwere. طيب هي ازاي بقى في الفيرب تو بي؟ بيجي معاها don't ولا ار؟ يعني ازاي في الفيرب تو بي؟ في الفيرب تو بي بيجي معاها هنا كلمه ايه يا جماعه؟ تقول لي يا مستر بيجي معاها ار. بيجي معاها ايه هنا يا شباب؟ ار. يعني انت يا مستر عايز تقول لي ان انا بقرا الجمله في الاول وبعد كده بعمل التحويلات بتاعتي، وكده كده انا هحط في الاخر كلمه they، فهحط الفعل اللي مناسب معاها اللي اتذكر في الاول. هحط الفعل المناسب معاها اللي اتذكر في الاول. يعني انا مستر عندي 3 انواع من الافعال: verb to be، verb to do، verb to have. verb to be، verb to do، verb to have. يعني يا عم الطالب everyone reads. حلو اهو، دي جملة اثبات في الاخر هتبقى نفي. اتفقنا. don't they ولا aren't they ولا doesn't they. تقول لي doesn't they دي صفر ملغية، يا اما don't they يا اما aren't they. اتفقنا. reads، reads دي اصلا كانت المفروض لما بلاقي فعل اخره اس بقلبه في الاخر لكلمة ايه؟ doesn't.
المفروض بقى تبقى doesn't ازاي. هي ازاي بيجي معاها doesn't؟ لا. امال ازاي بيجي معاها ايه يا مستر؟ تقول لي ازاي ما بيجيش معاها doesn't؟ ازاي بيجي معاها don't؟ يبقى الاجابه don't they. طب مثلا بص كده الحته دي. everyone is ready. واقول لك ها تختار ايه؟ تقول لي كده كده انا لازم اجابتي فيها زي، صح؟ صح. مستر مش دي از المفروض تبقى isn't يا مستر. طب هي ازاي بتيجي مع الازنت؟ لا. ازاي ايه اقرب حاجه للاز مع ازاي؟ يعني ايه الحاجه الثانيه اللي كانت بتيجي مع ازاي بدل الاز؟ تقول لي كانت بتيجي كلمه ار، فبالتالي هنا الاجابه كلمه aren't they. متاكد ان انت الحمد لله تبقى فهمتها. تعالى في 20 او مش في 20، تعالى في نمشي بالترتيب. 11 اي اف. ليه؟ a child. علاء فاروق شرح الحته دي على السبوره. a child. a child دي كلمه مفرد صح، بس بتمشي مذكر ومؤنث. جميل، بتعامل معاه معامله everyone. لا تاني يا مستر معلش تاني. حاضر. انا عندي شويه كلمات مفرد هي بتمشي مفرد مذكر ومفرد مؤنث. بتعامل معاها ان هي everyone. يعني مثلا مدرس يعني تيتشر. طب مدرسه تيتشر. البيبي الولد بيبي. طب البيبي البنت بيبي. فيا مستر انت تقصد انا بعملها معامله everyone؟ يعني انت تقصد مثلا كلمه اتشايلد دي انا اشطب عليها واقوم كاتب كده everyone بالظبط. حل بقى بناء عليه. طيب طالما هي everyone انا لازم اجابتي يكون فيها كلمه زي. عسل. شكرا. الموضوع خلص. بس الموضوع خلص. 12 someone. في اي حاجه فيها one فيها زي، يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. الاجابه السليمه then they. 15 somebody. يبقى الاجابه بتاعتي فيها زي، دي غلط ودي غلط. ماشي يا مستر. are they ولا aren't they؟ ده هنا نفي وده هنا اثبات. somebody شخص ما ده جمله اثبات، وفي هنا is جمله اثبات، يبقى انا عايز الناحيه الثانيه نفي. 20 something. اي لفظ فيه كلمه thing كنا بنحط كلمه it، يعني دي غلط ودي غلط. طيب something دي جمله مثبته فانا عايز الناحيه الثانيه منفيه. نكمل. ده كلام كله حليناه. كلام الصفحه دي كلها كده كنا حليناها. تالي برضو الصفحه دي حليناها. تعالى بقى 36 I don't think. هنشرح هنا بقى بالراحه بقى. هي بتنفي الجمله اللي بعديها، يعني حقيقه هنا دي مش will، هي مكتوبه want. مكتوبه ايه؟ want. فالمفروض انا اقلبها له في الاخر كلمه ايه؟ will. المفروض اقلبها له في الاخر كلمه ايه يا جماعه؟ will. طب يا مستر خلي بالك بقى ان كلمه this بتتحول ل it، بتتحول لكلمه ايه؟ it. 35 ودي شرحناها على فكره، شرحناها. this بقلبها كلمه it، يعني دي غلط ودي غلط. لا معلش ثانيه واحده. this انا عايز اوريها لك. لا سيب السؤال ده كده. احنا فين يا جماعه؟ لا طبعا this مش هتتحول لإت اصلا. this مش هتتحول لإت. this is هذه your sister. هذه اختك كده. دي جمله مثبته هقلبها هناك جمله منفيه. ليه؟ isn't she. لا زي ما هي، يعني this مالهاش علاقه. مش هينفع اقول له isn't it. انا كده بتكلم على غير عاقل فمش تنفع. معلش isn't she. في حاجه تانية مكناش حليناها. مش عارف الاسئله راحت فين والله. طب تعالى يا عم تعالى. الكلام ده كله حليناه. جينا عند 52 somebody. حلو. انا عايز كده كلمه زي. طيب هنا ده اثبات يبقى انا عايز نفي. something انا عايز كلمه it، يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى سي ودي غلط، يبقى الاجابه الاولى الثانيه. هنا دي جمله اثبات، احط في الاخر نفي. ده بري رايت ليه فيديو لوحده. وهنبدا بقى نخش بسم الله
على هنشوف اسئله الكلمات. خلي بالك ان الاسئله دي على كي او تارجت فوكاب بس، اللي هم حوالي بتاع 9 كلمات، يعني الاسئله الجايه دي كلها كده عليها. خلاص ببدا اقول لك الاسئله الجايه بقى على الاديشن. طب بقول لك not is a planned action، هو تصرف planned معناها مخطط له، or method او طريقه used بنستخدمها عشان نحقق هدف معين. انهي اجابه من دول؟ طبعا تاكتيك. تاكتيك اللي هي معناها اسلوب او طريقه، فاهم؟ خطه يعني. انهي واحد من دول means a person هو الشخص secretly controls بيتحكم بشكل سري. مين الشخص من دول اللي بيتحكم بشكل سري يا جماعه؟ البابيت ماستر اللي هو معناه المتحكم الخفي. 3 not to is to cause معناه something to AF. ايه AF في الحته دي؟ cause هنا مش معناها تسبب. cause لو جبت لك وراها بعيد عنها كده حرف الجر to كانت معناها تجعل، هو ده المقلب. تاني كاز معناته تسبب، انت معاك حق، ماشي تسبب الامراض، ايوه بس لو كاز لمحت بعديها مفعول وبعد المفعول حرف الجر تو، خلي بالك بقت معناها تجعل. انهي اجابه من دول؟ ده اللي بتجعل شيئا ما begin يبدا or develop او يتطور suddenly فجاه. انا عايز حاجه تبدا، هل هتبقى هي كلمه ستوب تمنع؟ بريك معناها تكسر، ده تنفع؟ continue معناها يستمر. بقول لك انا عايز حاجه تبدا. ايه علاقه يستمر بان انا بجعل حاجه تبدا؟ بجعل حاجه تبدا فانا سبارك معناها يبدا ومعناها يعطي الشراره. عارف كلمه يعطي الشراره الاولى؟ يعطي الشراره، والكلام ده على فكره قلته في ريكورد الكلمات. سبارك از كاز سمثينج تجعل حاجه تبدا او تتطور فجاه، في شراره حصلت كده. 4 بقول لك not means the act of التصرف of controlling ان انا بتحكم or influencing او بأثر على، يعني بأثر على شخص ما or something in a clever or unfair way بطريقة غير عادلة او بطريقة فيها مكر، يعني طريقة غير عادلة بعرف اتحكم بيك فيها، فانا هنا بعمل معاك حاجة اسمها manipulation. يعني كلمة manipulation يا جماعة التلاعب. 5 the politician الرجل السياسي acted تصرف كأنه acted like تصرف كأنه ايه من الاجابات دي؟ هو secretly controlled المتحكم بيتحكم بشكل سري على طول puppet master. 6 the teacher المدرس asked طلب مننا ان احنا نكتب ايه قصير on what we had learned. نكتب ايه قصير على الحاجة اللي احنا اتعلمناها. طيب preparation خلينا بكلمة motivation. نكتب تحفيز قصير؟ لا. نكتب انعكاس قصير؟ مش منطقي. نكتب قرار قصير؟ نكتب تجهيز قصير. صلى على النبي. تعالى كده اوريك حاجه. لا مش هنا برضو. تعال نشوف كده الجمله دي. reflection. لا الله، بص لي كده على الكلام الاربعه دول اللي انت قدامك دول. عندي يشهد واسلوب ورائج ودقيق وخفي ودوره وتفكير وتلاعب والكلام ده كله. طيب هنا الريفليكشن بيقول لك careful thought هو التفكير بعنايه بخصوص شيئا ما or an image او صوره seen in a mirror or a surface. طيب عندك ايه تاني؟ بص لا انا بدور على لفظ تاني خالص، انا مش موجود هنا. انا بدور على كلمه فيدباك على فكره، اللي هي تغذية رجعية. أنا كنت كاتبها لك هنا وكنت قلت لك تغذية رجعية. كنت وأنا في الريكورد بقول لك إن معناها رأي. معناها إيه برضه يا جماعة؟ رأي. فلو أنا جيت في سؤال زي ده مش هينفع هنا تحط لي كلمة إن إحنا نكتب تفكير قصير أو انعكاس قصير. لا طبعا الصح طبعا إن أنا أكتب كلمة فيدباك. سيبك بقى من الإجابات دي. لا حتى لو ريفليكشن كانت هي اللي موجوده عندنا في التارجت فوكاب، لا دي غلطه مني انا. 7 شي ترايد هي جربت ايه جديد في التسويق. الماركتنج اسلوب او طريقه تاكتيك. 8 هي يوز هو استخدم ايموشنال مانيبيوليشن. اصلا الاثنين واحد. دي كانت كلمه عندي في الكلمات. التلاعب العاطفي ايموشنال
manipulation. 9 she acted with a sense of urgency كانت موجودة في الكلمات. sense of urgency اللي هي معناها في إلحاح أو ضرورة، فاهم؟ وكانت موجودة في الريدنج. ارجع لدرس الريدنج والكلام ده أنا قلته. ارجع لدرس الريدنج. هي تصرفت بحس من الإلحاح أو الضرورة to complete عشان تلحق تكمل المشروع قبل يوم الجمعة. طبعا يبقى في ضرورة أو إلحاح. This video هذا الفيديو هو إيه جدا؟ أكيد. بص، هل هو يومي جدا daily؟ هل هو قوي جدا؟ مش منطقية. made many people جعل الكثير من الناس يتوقفوا عن السكرول. يعني خلى الواحد يمسك موبايله يبص كده من غير ما يعمل سكرول. يبقى دي حاجة جذبت العين. eye catching. فين؟ the coach الكابتن المدرب يعني is a new player's skills مهارات اللاعب الجديد أثناء the training session أثناء التدريبات. أثناء إيه يا جماعة؟ التدريبات. طب الكابتن إيه مهارات اللاعب الجديد أثناء the training session؟ على فكرة هنا واتشت صح، ان انا اقول لك الكابتن شاهد مهارات اللاعب الجديد اثناء ذا تريننج سيشن، دي صح. وبرضو نيدد دي هتبقى غلط طبعا. بريبيرد مفيش حاجه اسمها جهز مهارات اللاعب، لكن برضو تمشي شيب قام بتشكيل مهارات اللاعب. بس الاقوى الاحسن طبعا هي كلمه واتشت. بس شيب مش غلط. تاني شيب مش غلط، لكن الادق هنا هي كلمه واتشت. 12 the students الطلاب using باستخدام weak sources مصادر ضعيفة when writing وهم بيكتبوا الاساي بتاعهم. يبقى المفروض الطلاب مصادر الضعيفة يتجنبوا طبعا. يعني كلمة يتجنب avoid. هل هم هيدعموا؟ هل هم هينصحوا advice؟ هيجمعوا collected؟ مش منطقي. 13 the manager المدير قرر ان هو the warning التحذير and do things ويقوم بفعل الاشياء بطريقته. المدير قرر ان هو يعمل ايه؟ هل هو هيعطل التحذير؟ هيكرر التحذير. يعني كلمة يكرر هنا يا جماعة repeat معناها يكرر. 14 it's important to من المهم ان انت with داير على حرف الجر with دايما بيجي معاه كلمة engage with تندمج مع او تشارك في الحديث مع. من المهم جدا ان انت تعمل طبعا engage with تتأقلم مع، تشارك في الحديث مع، تندمج مع your audience جمهورك when presenting وانت بتقدم الرأي بتاعك. 15 watching مشاهدة sad movies الافلام الحزينة بيجعل الناس يا جماعة عاطفيين طبعا emotional يعني نايتي، فاهم؟ مش نايتي متأثر كده. the teacher المدرس اعطى مفيد after بعد ما احنا خلصنا البرزنتيشن بتاعنا. المدرس اعطى مفيد هنا يا جماعه؟ اعطانا طبعا فيدباك اللي هي معناها تغذيه رجعيه، قال لنا رايه في الحاجه دي، فاهم؟ هل هو اعطانا اسئله مفيده بعد ما خلصنا البرزنتيشن؟ اعطانا اكسكيوزز اعذار مفيده؟ مش منطقي، لكن اعطانا فيدباك مفيده. السوشيال ميديا كان افكت ممكن تاثر على طبعا تاثر على لايف ستايل اسلوب الحياه بتاعك by encouraging ان هي تشجع ال unhealthy habits العادات الغير صحيه. زي ما احنا بقينا بنشوف اعلانات المطاعم كتير جدا وكميه اكل كتير جدا وده فرد واحد وده مش طبيعي، انت فاهم؟ فطبعا ده بيدمر لك او بيأثر على اللايف ستايل. building ان انت تبني helps students بيساعد الطلاب believe in themselves. حلوه الجمله دي. يؤمنوا بانفسهم. بناء بيساعد الطلاب ان هم يؤمنوا بنفسهم and take more responsibility ويتحملوا مسؤوليه. take responsibility معناها يتحمل مسؤوليه، يتولى مسؤوليه. طبعا بناء self confidence الثقه بالنفس. هل بناء الخيال بيساعد الطلاب يؤمنوا بنفسهم؟ بناء النجاح؟ لا، بناء الثقه بالنفس. smartphones is a growing problem هي مشكله متزايده ما بين المراهقين والبالغين. يا ترى السمارت فون؟ انت شايف هنا؟ تشتت السمارت فون ديستراكشن مع تشتت، ولا ادمان الموبايلات؟ ادمان السمارت فون، ادمان ادكشن. 20 المدرس لاحظ a big change تغير كبير في بتاع الطلاب هذا الاسبوع. المدرس لاحظ تغير كبير في نجاح الطلاب
في حركة الطلاب، في مشاعر الطلاب، ولا في سلوكيات الطلاب؟ سلوك الطلاب، طبعا في سلوك الطلاب. 21 he took an نقط position. على فكرة position ليها معاني كتير قوي، ليها معنى اسمه موضع، وليها position مكانة وظيفية، مكانة وظيفة، ده ليها كذا معنى بجد. هو أخذ إيه؟ وضع إيه أو مكان. عارف كلمة مكان؟ أنا أخدت لي position كويس قوي، يعني مكان. that many people الكثير من الناس thought اعتقدت was too dangerous إن هو خطر جدا. يبقى يا ترى البوزيشن هو خده ده كان إيه؟ كان شديد، حاد، متطرف extreme. from here أكيد هو viewpoint فورا، من وجهة نظرها from her viewpoint، من وجهة نظرها social media does more harm than good. السوشيال ميديا بتضر أكتر ما بتنفع. طب تحتيها فوقيها من فوق يعني 23 the influencers post. البوست بتاع المؤثر بدأ إن هو إيه؟ فايرال. AF هيجي لك في الامتحان بإذن الله. جو فايرال، لازم تبقى جو فايرال، وده مصطلح ثابت عندنا، معناه بدأ ينتشر زي سرعة النار في الهشيم يعني. 24 زي ميزد ذا، هم فاتهم ال A to travel abroad، إن هم يسافروا بره and improve ويحسنوا مهارات اللغة بتاعتهم. طبعا هم فاتهم إيه؟ فاتهم الفرصة. ينفع أقول فاتهم الاقتراح؟ تريب دي ملهاش علاقة بالسفر بره، تريب دي نزهة، يعني أنت وماما وبابا وإخواتك طالعين كده رايحين الجنينة، مش نافعة. هم فاتهم الميثود، الطريقة إن هم يسافروا بره، هم فاتهم الفرصة. 25 the app application ايه؟ الطلاب with free tools. AF الابليكيشن ايه للطلاب؟ بادوات مجانيه to organize عشان ينظموا الواجب. يا ترى هنا الابليكيشن جنب الطلاب ادوات مجانيه؟ وفر للطلاب طبعا. يعني ايه كلمه provided يا جماعه؟ يوفر او يمد او يزود. لو ما تسمعش نطق الكلمات فايتك كتير جدا. one of the major هنا معناها رئيسي. واحد من الايه الرئيسي of using phones، ان احنا بنستخدم التليفونات متأخر at night is poor sleep. النوم بقى وحش قوي. واحد من الايه الرئيسي لاستخدام التليفونات بالليل متأخر ما بنعرفش ننام. واحد من الايه طبعا disadvantages العيوب. 27 The movie's story القصة بتاعت الفيلم كانت ايه جدا. that many people الكثير من الناس thought it was fake اعتقدت ان هي مزيفة يعني. فالقصة دي كانت ايه؟ غير منطقية، غير معقولة، قصة غير معقولة. عايزك تعرف يعني كلمة realistic معناها واقعية. 28 الناس who are easily AF الناس اللي بسهولة ايه؟ by others بواسطة الآخرين may struggle معناها بيتعبوا. عارف الحد اللي بيتعب بيكافح يا عيني، فاهم؟ الناس اللي بسهولة ايه؟ بواسطة الآخرين يمكن هيتعبوا to make their own عشان يختاروا اختياراتهم بنفسهم. حد واخد بس باله الأول كلمة choice دي يا جماعة make مش do، make choice. الناس اللي يا جماعة بسهولة بيتأثروا من الآخرين، اللي هي كلمة influenced. 29 after long thinking بعد تفكير طويل she made هي اتخذت ايه؟ 2 ايه مهمين بخصوص her future career الكارير بتاع مستقبلها. طبعا بعد تفكير طويل هي اتخذت ايه؟ 2 مهمين هنا يا جماعة 2 decisions. يعني كلمة 2 decisions هنا يا جماعة قرارين مهمين جدا بخصوص مستقبلها. 30 الشركة أطلقت ايه جديد that helps بتساعد على نظافة البيئة cleans the environment. أطلقت ايه هنا يا جماعة جديد؟ أطلقت منتج جديد product، ولا مش هينفع أقول أطلقت فكرة جديدة بتساعد منتج. material معناها مادة خام، مش هينفع أقول أطلقت مادة خام ولا أطلقت فائدة. أطلقت منتج بيساعد إن احنا ننظف البيئة product، هي أقرب إجابة للصح. 31 we should always نحن ينبغي دائما the risks المخاطر. طبعا نحن ينبغي دائما نزود نزود المخاطر، نصلح المخاطر before choosing قبل ما نختار which school أنهي مدرسة هنختارها.
طبعا احنا ينبغي دائما ناخذ بعين الاعتبار المخاطر، نفكر في المخاطر. تعرف ان كلمه consider معناها نفكر وناخذ بعين الاعتبار. 32 she wants to هي تريد ان تكون اكثر ايه and not depend on وما تعتمدش على الاخرين. not depend on معناها ما تعتمدش على الاخرين، يبقى هي تريد ان تكون اكثر ايه independent. يعني ايه كلمه independent؟ اكتب لي جنبيها كده مستقله. اكتب لي جنبيها ايه هنا يا جماعه؟ مستقله. هتلاقي على فكره اسئله تراكميه من قبل كده. this test الامتحان ده بيعطيك الايه to pick the topic ان انت تاخذ او تختار الموضوع that suits you best. suits you معناه يناسبك، يناسبك best افضل حاجه. الاختبار ده بيعطيك لا اكيد طبعا مش الهدف ولا السكور ولا بيعطيك الاختيار ان انت تختار الموضوع اللي يناسبك. this test الامتحان ده بيعطيك الاختيار ان انت تاخذ الموضوع اللي مناسبك، بيعطيك الاختيار choice. فاست فود الطعام السريع may seriously يعني طعام سريع هيعمل ايه من الاربع اجابات هنا بالله عليك في صحتك؟ your health هيؤذي او يدمر. يعني كلمه يؤذي او يدمر harm. مع هنا a sense of نقط. لا يا عم تعالى نجيبها من الاول يا عم. there is no solid. بالمناسبه كلمه solid معناها صلب او راسخ، مهمه جدا. there is no لا يوجد ايه صلب ذات أن the rumor الأشعة اسمها إيه؟ الإشاعات، الإشاعة ماشي. there is no solid لا يوجد إيه حقيقي أو صلب أو راسخ إن الأشعة دي حقيقية. لا يوجد دليل، لا يوجد دليل صلب دليل راسخ إن الأشعة دي حقيقية or based on أو مبنية على حقائق مش موجوده. 36 we were asked احنا اتطلب مننا. حلو قوي فعل we were asked دي. احنا اتطلب مننا او اتسالنا، الاثنين طلب مننا او اتسالنا ان احنا ايه two products منتجين and choose ونختار the most affordable one نختار اكتر واحد تكلفته نقدر نتحملها، اكتر واحد تكلفته مناسبه. affordable معناه اقدر اتحمل تكلفته او تكلفته مناسبة. احنا طلب مننا ان احنا ندعم منتجين ونختار اكتر واحد تكلفته مناسبة ولا نكتشف. هايلايت معناه نسلط الضوء على، نسلط الضوء على. السؤال ده انا جايبه من كتاب خارجي. نسلط الضوء على. compare معناها نقارن. compare two products على فكرة في السياق زي ده compare صح ونسلط الضوء على منتجين على المنتجين وهايلايت الاثنين صح. ما ينفعش طبعا الاثنين هيقول لك في الامتحان هيجي لك حاجه واحده بس. 37 كومبير معناها نقارن يا جماعه وهايلايت نسلط الضوء على. نقارن المنتجين ونختار اكتر واحد ونسلط الضوء على المنتجين ونختار اكتر واحد. اميل اكتر لايه؟ طبعا كومبير. 37 both teams كل من الفريقين. both معناها كل من الفريقين had completely تماما. ما هم فريقين بقى عندهم اراء ايه؟ اراء اكيد متعارضه about how to عن ازاي نحل القضيه. عندهم اراء متعارضه. يعني كلمه متعارض هنا يا جماعه اللي هي كلمه opposing. ان انت تكون ايه while using وانت بتستخدم تليفونك helps you بيساعدك avoid تتجنب wasting too much time تتجنب ضياع الكثير من الوقت. ضياع الكثير ايه يا جماعه؟ فان انت تكون ايه وانت بتستخدم تليفونك ده هيساعدك ان انت تتجنب تضيع وقت كتير، ان انت تكون واعي. يعني كلمه واعي يا جماعه mindful. 39 a sense of belonging من قبل ما اكمل الاحساس بالانتماء can help people ممكن يساعد الناس feel safe يشعروا ان هم امنين and accepted ويتقبلوا ان هم في مجموعات. طبعا الشعور او الاحساس بالانتماء. the medias نقط حلو قوي السؤال ده. يا ترى الايه بتاع الميديا هنا of the event طبعا ماشي بتاع الحدث made it seem جعله يبدو more dramatic يعني درامي، فاهم؟ درامي كده than it was. طبعا هنا مش activity. the media's framing
الاطار. ارجع للكلمات هتلاقيها، هتلاقي كلمه فريم، هتلاقي حتى في ريكورد الكلمات قلت لك يا جماعه اسمها فريمنج مش فارمنج، قلت لك فارمنج معناها زراعه. وهتلاقيها كمان على فكره في اظن على اليمين من تحت، اظن على اليمين من تحت مش فاكر، الاطار او الشكل، فاهم؟ الاطار او التشكيل، الشكل بتاع الميديا بتاع الاعلام للحدث ده جعل الموضوع درامي اكتر من هو كان. some posts 41 بعض البوستات يا جماعه بتستخدم emotional ايه على طول بقى احنا عارفينها اسمها emotional manipulation، تلاعب عاطفي. طب 42 the article tried to الارتكل حاول ان هو ايه المنتج a smart and healthy choice، يعني اختيار صحي وسمارت. لازم ترجع للاكسبريشن اللي انا كاتبها لك، هتلاقي في كلمه اسمها present as اللي هو دي او دي مش تفرق يعني، هتلاقي الحته دي في الاكسبريشنز. بص فين الاكسبريشنز، فين الحته دي على الاكسبريشنز، تعالى اوريها لك يعني. الاكسبريشنز اللي هم دول. طب اقول لك ايه، ما تحفظهم كده يعني، خدها سكرين واحفظ يعني، بس في مشكله كده. فريمنج بقى عايز اوريها لك، فريمنج كانت موجوده والله ايه، اطار او تشكيل اهي، شايفها اطار او تشكيل. لكن بص لما بتيجي هنا ايه تصوير الامر كخيارات ثنائيه either or framing، يعني حطك في اختيارين بس، either or framing. بص عليه هنا دايره تغذيه رجعيه، فيدباك لوب، هيجي لك بريزنت از يقدم بوصفه، يبسط الى تلاعب العاطفي مش عارف ايه الكلام ده خلي بالك حفظ جدا 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 جدا. يتفاعل مع engage with او يندمج مع. طيب تعالى يا عم نكمل. they used معلش هي بتبقى غلطة مننا، هم بيستخدموا ايه to trick عشان يخدعوا. عايز اوريك حاجة، بص كلمة يوجه الافكار معناها guide thoughts. بص كلمة يوجه الافكار guide thoughts كان ايه اللي مكتوب هنا تاني، وهايلايت كونتنت. عايز اوريك كلمة هايلايت اللي هي معناها يسلط الضوء على، مش فاكر كنت كاتبها لك هنا ولا لا. يسلط الضوء على المحتوى، لكن يوجه الافكار guide thoughts. هم استخدموا ايه عشان يخدعوا الجمهور into الى agreeing with ان هم يتفقوا مع one side only جانب واحد بس. ترى هم استخدموا ايه هنا عشان يخدعوا الجمهور ان هم يبقوا متفقين مع جانب واحد بس. طبعا استخدموا هنا guided thoughts الافكار الموجهه، الافكار اللي هم اللي من الاخر متحكمين كده في الافكار. some influencers بعض المؤثرين بيستخدموا تريكات الخدعه يعني عشان ايه of what their followers عشان ايه المتابعين بتاعهم يشتروه. طبعا بيستخدموا التريكس عشان يحصلوا على التحكم، يتحكموا فيه، بيقدروا هم يتحكموا فيه ايه المتابعين هيشتروه. news platforms معناها منصات على فكرة. منصات الأخبار عادة بتستخدم ايه من دول to attract عشان أجذب الانتباه بسرعة، عايز أجذب الانتباه بسرعة فاستخدم عناوين براقة أو عناوين جاذبة للعين eye catching headlines، عناوين رئيسية بتجذب العين. نكمل. فين the goal الهدف of some media، الهدف بتاع بعض يعني وسائل الإعلام إن هم إيه without حتى من غير without us even knowing حتى من غير ما نعرف يعني بعض القنوات الإعلامية عايزين إن هم guide thoughts يتحكموا في الأفكار. 47 الطلاب ينبغي يتعلموا كيف إن هم إيه with أكيد طبعا engage with يتفاعلوا مع أو يتفاعلوا مع المصادر not just accept them مش بس يقبلوهم يعني فاهمين، لا how to طبعا engage with الحرف الجر الواحد بيجي معاه with engage. الإعلانات ممكن تعمل ايه that make people تجعل الناس act يتصرفوا بدون تفكير AF. الاعلانات ممكن تعمل يا جماعه، الاعلانات يا جماعه بتلعب على العاطفه، الاعلانات بتلعب على المشاعر جدا 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 جدا. في اعلانات بتبقى موجهه للاطفال
مش الاب والام اصلا. يعني يجيبوا صوره اطفال، الطفل بيقول انا عايز اكل كذا يا ماما مش عارف ايه، ليه؟ عشان الطفل لما يشوف الحوار ده فهو يقول ماما انا برضه عايز اكل نفس الاكله دي، هاتي لي نفس المنتج ده. فده بيبقى اسمه سبارك فيلينجز. سبارك فيلينج بيثيروا المشاعر او بيثيروا العاطفه عند اي حد. فالاعلانات ممكن تلعب فعلا على العاطفه اللي بتجعل الناس تتصرف بدون تفكير. الواحد امتى بيتصرف بدون تفكير يا جماعه؟ لما يكون العاطفه مسيطره عليه. 49 انفلونسرز، المؤثرين، انفلونسرز عارفينهم، بيحاولوا ان هم ايه؟ سوشيال بروف، ان هم ايه؟ دليل مجتمعي، دليل مجتمعي by showing، ان هم بيعرضوا how others، كيف الاخرين بيتصرفوا او بيختاروا. طبعا هنا يا جماعه كان برضو عايز اوريك برضو كلمه خاصه يعني مش ليميت هي الاجابه، بس عايز اوريك لفظ خاص بكلمه ليميت، وكان في درس الريدنج بس مش فاكر في انهي حته بقى في الريدنج، وكانت جزئيه مهمه جدا 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 بس فاهم مش فاكر هي فين. خلينا ابص كده بعيني كده اشوفها. ليميت اهي، ليميتنج اكسبوجر. ليميتنج معناه الحد من، اكسبوجر ان الهالي عندك التعرض ليه. كده كده مش هي الاجابه بس انا شدني كلمه ليميت. احنا فين يا جماعه؟ احنا فين؟ ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. ماشي تعال نشوف. المؤثرين بيحاولوا ان هم ايه؟ طبعا يعني بيحاولوا هم طبعا بريزنت، يقدموا دليل مجتمعي باي شوينج. كان يفضل طبعا يبقى هنا في كلمه از، بس حتى لو مفيش از وفي باي فهي صح. يقدموا دليل، يقدم دليل. بعض الابلكيشنز are designed to، بيتم تصميمها ان هي ايه؟ by showing contents AF، by showing content based on your clicks. حلو قوي. هنا مهمة جدا جدا طبعا الإجابة الشيب اكسبيرينس، بيشكلوا التجربة. بعض الابلكيشنز يا جماعه تم تصميمها ان هي تشكل التجربه بان هي تعرض لك المحتوى اللي مبني على الضغط بتاعك. بص يا حبيبي، لو انت مثلا فضلت تدوس على فيديوهات ليها علاقه مثلا بالعنف، تمام؟ الجوريزم الخوارزميات بتاعت الفيسبوك بالاخص هتبدا هي كمان جايبه لك بقى كل الفيديوهات عنها، فاهم؟ لو انت حبيت تشتري حزام، دوست مره واحده بس على حزام عايز تشتريه، كل الاعلانات بعد كده عن الحزام. فدي كده هم بيشكلوا كده التجربه بتاعتك. ميني بلاتفورمز، الكثير من المنصات بتساعد المستخدمين ايه؟ ذات افكت، ده بيأثر على ازاي يقضوا وقتهم اونلاين. الكثير من المساعدين بيطوروا العادات develop habits، ولا فيدباك لوب، دورة التغذية الرجعية، بيساعد المستخدم دورة التغذية الرجعية. لا هايلايت كونتنت. الواجب ده في اسئله كتير قوي بتبقى بتسلط الضوء. لا بص اي سؤال فيه اجابتين كده بالشكل ده فبيبقى في حاجه مش مظبوطه. حقك عليا انا، معلش بجد. ذا مانجر، المهم يعني انا عايز ذا كلوزست مينينج، اقرب معنى لكلمه سكيمينج. سكيمينج معناها يخدع، عارف حد بيخدع حد ومش عارف ايه والكلام ده. فعايز الاجابه السليمه طبعا مانيبيوليشن. ما هو المفروض هو عايز انا اجابتين، ما الاثنين زي بعض. كلمة ترند أنا عايز which word is synonym، مرادف لكلمة ترند يعني trending. طبعا هي لفظ طبعا viral و popular. subtle معناها مخادع أو ماكر شاطر. she give أنا عايز إيه؟ choose a word that opposite، عكس. voice دي معناها واضح، وvoice معناها إيه؟ واضح طبعا صح. clever دي synonym مرادف، انا مش عايز مرادف، انا عايز عكس. فويس طبعا ناس، انا دي كنت المفروض احطها لانهي اجابه عشان اعرف اجيبها لك، بس هو انت ممكن ترجع اصلا ده المعنى، ده السينونيم. انا عايز العكس اوف فويس، وكلمه عندي اسمها بلانت. فانا هنا هحط لك كلمه بدل ما هي فويس هنا تبقى كلمه. وده يا سيدي في الغالب الاسئله اللي كانت على الكلمات، صح؟ يا عم الاسئله كانت على الكلمات.
انت بقى حضرتك دلوقتي عايزين نبدأ نخش على الجرامر. تيجي نخش على الجرامر ولا نوقف الفيديو؟ مش عارف والله ما عارف بجد. طب نعمل ايه؟ خلينا نكمل لاينز الاسود. هنا aren't يبقى هنا are they، هنا want يبقى هنا will، هنا isn't يبقى هنا is. طب والله سهل اهو، يعني مش محتاجة this action فين is، طالما هنا في is يبقى هنا كلمة isn't. رنا is تبقى isn't she. ينفع اقول isn't رنا؟ ممنوع استخدم اسم اي بني ادم، غلط. انا معتمد انت حضرت معايا الحصص. ولا isn't hers ولا isn't، هي isn't she فاعل، he she it they we you. هنا she can، طالما هنا في can تبقى هنا can't. she is never late. هنا مش جايه has، هنا جايه is، هنا جايه is لان الليت دي صفه. she is never، هي اصلا الجمله دي كده بقت isn't، يبقى انا في الاخر اقلبها كلمه ايه؟ is. هنا في doesn't ده نفي، يبقى انا في الاول عايز اثبات. طب هنا doesn't كنت في الاول هنا بيبقى في فعل اخره ايه يا جماعه؟ is، تبقى runs. اختي نقط does، كلمه does دي اثبات، يبقى انا في الاول عايز نفي. في الاول عايز ايه؟ نفي. طب فين النفي هنا يا عم؟ فين النفي؟ اللي هي كلمه doesn't run. he always forgets، فعل اخره is يبقى هنا doesn't. you like، انت تحب، فعل مصدر. don't فعل مصدر don't. ارجع للفيديو اللي فات هتفهم احنا بنتكلم. ارجع للحصص، لما ما رجعتش الحصص مش هتفهم احنا بنعمل ايه. 71 you have worked، هنا في have يبقى انا هنا اكيد haven't. هنا is يبقى هنا isn't. unfortunately she not late for the exam. hasn't يبقى انا في الاول عايز has. طب يبقى دي غلط ودي غلط. انت عينك بقى على apostrophe s بقى، AF من هنا ل 100,000 سنه قدام. الابوستروفي اس زي الاي ان جي يا برنس كانت هتصل لكلمه از مش هاز. انا في الاول عايز هاز، بالتالي دي غلط. طب يا مستر ما يقام دي فعل مصدر. لا يا ناصح، مش هاز دي يجي بعديها بيبي؟ تعرف ان كلمه كم التصريف الثاني منها كيم والثالث كم برضه. شفت الصياعه يا قد الصياعه والله. هنا جاي لك تصريف ثالث عادي، has come late. My parents no longer أداة نفي. have دي كده، بص الحته دي كده على بعضيها كده اسمها haven't. اسمها ايه؟ haven't. حلو، يعني من الاخر هي نفي. انا عايزها في الاخر اثبات، يعني دي غلط ودي غلط، انا عايزها اثبات. اتفقنا. لازم ابص ايه اللي جه بعد الهاف، بي ولا حاجه غير البي بي. انت ناسي ان الهاف لما بيجي بعدها البي بي بقلبها haven't. امال الهاف مفيش بي بقلبها don't. والله اتشرحت. طيب هنا any free time، هل ده بي؟ لا كده مفيش بي. المفروض ان الهاف طالما مفيش بي اقلبها don't، بس للاسف هو في السؤال هنا جاب لك قبلها كلمه no longer فهو نفاها. بدل ما هي don't الصح ان انا اختار كلمه do. ما هو اداني كده نفي، اداني نفي. الحته دي بالله عليك السؤال ده تاني معلش شاطر. الكلام اللي جاي ده مهم. apostrophe دي better دي كانت تختصر لكلمه had تبقى hadn't you. went جايه لك هنا تصريف تاني، اسئله سهله على فكره. تصريف تاني قلبها في الاخر كلمه didn't. هنا has جه بعديها مفيش بي has ومفيش بي بقلبها doesn't he. 78 It's been a long time since you have seen him. سؤال AF. جميل جدا 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 جدا. انا هسألك سؤال بقى، هتختار ايه؟ او بص اكتب لي في اليوتيوب، اكتب لي على اللينك، اكتب لي الحته دي كانت شرح قاعده ايه، يعني تبقى عيل برنس اول لقطها. دي حاجه احنا شرحناها اتفقنا؟ اكتب لي بقى كان ايه فكرتها. 79 hadn't يبقى هاد. اوعى تختار هاد ات. ليه هاد ات غلط؟ في الاول في ضمير ايه؟ يو. طيب يا مستر اتفقنا
ماشي. 78 ده السؤال ده سؤال سهل، بس في تركية انا عايز اسمعها، 80 منير هاردلي اداة نفي اقسم بالله. بايظ ده فعل اخره اس، مش هو اللي مكمل في فعل اخره اس في الاثبات، كنت انا في الاخر بحط دازنت. طب هو هنا مديني فعل اخره اس بس منفي، يبقى في الاخر احط كلمه ايه؟ داس. 81 هنا هاف وي ده اثبات، ده اثبات، يبقى انا في الاول عايز نفي. فين النفي هنا؟ دي غلط. النفي هنا طالما ادالك هاف وي يبقى هنا في الاول في هافنت هاد. عارف لو كانت دونت هاف كان يبقى في الاخر في كلمه دو، في الاخر كده يبقى في كلمه ايه؟ دو. لكن الاجابه السليمه هنا هافنت عشان قلبها هاف. he apostrophe s not no time وقت to carry out ان هو ينفذ كل المهام. يا ترى هو ايه؟ عايز اقول لك هو من الاخر apostrophe s دي اختصار لايه؟ من الاخر هنا في noun no time معناها ده noun واخد بالك؟ noun يبقى اختصار لهاز. حلو. الشغل بقى على الايز الحلوه استنى، الايز دي غلط كده. صلى على النبي، اختصار لهاز. الهاز للمره المليار جه بعدها بي اقلبها لي هازنت. مفيش مفيش اقلبها لي doesn't. بس هو هنا جايبها لك بقى منفيه فمش ينفع احطها في الاخر doesn't، الصح ان انا احطها له كلمه does اللي هي كلمه does. there is كلمه there بتنزل there زي ما هي، لفظ there بتنزل there زي ما هي، فلا دي غلط طبعا ودي غلط، يا دي. حد شايف كلمه a little ده اثبات، امال لو شلت منها الا بقت نفي. تاني a little اثبات، امال لو شلت منها الا نفي. هنا تبقى isn't there، الموضوع سهل ما فيهوش لعبكه في حته زي 84 دي شرحناها بقى. الاول حد شاف كلمه نو ده نفي، يبقى انا في الاخر عايز اثبات، يبقى اول اجابه دي غلط واخر اجابه غلط. دي نفي. يعني ايه نفي؟ يعني هي الجمله مش اصلها شد كده، المفروض الجمله اصلها ايه؟ شد، هي كده نفيها. طب طالما هو في الاول يعتبر مديني شود، انت احط لنا في الاخر كلمه ايه؟ شود وي ولا شود زي؟ تقول لي طبعا شود زي، لان اي كلمه اخرها بادي او one بعوض بالضمير زي. نفس الكلام هنا، الكلام ده كله someone انا عايز احط ده جمله مثبته، حط في الاخر منفيه هعمل زي ما اصلا طبعا شرحتها خلاص. everyone انا عايز كلمه زي، دي غلط دي غلط، يا دي. هنا ده اثبات يبقى انا في الاخر عايز نفي don't they. there are hardly نفي، والله نفي بتساوي ان apostrophe تي يعتبر، يعني الجمله دي كده بقت اصبحت aren't، يبقى انا في الاخر عايز كلمه are. طب يا مستر انت عايز كلمه are؟ الف مبروك. في هنا كلمه there ما بتتحولش يعني ما بحولهاش لحاجه، تبقى الاجابه هنا are there. 88 nothing. حلو، اي كلمه تنتهي بthing انا عايز اعوض بضمير it، يبقى دي غلط ودي غلط، يا الاولى يا الثانيه. دي منفيه عشان اقولها no نفي، فانا عايزها في الاخر اثبات كانت. هنا is not يبقى في الاخر اقلبها كلمه is here. everyone is here، ينفع اقول everyone has here؟ لا everyone is here، كل شخص هنا. فهنا في one صح، انا عايز اجابتي يكون فيها زي، يبقى دي غلط ودي غلط. طيب هي الجزء الاولاني ده مثبت ولا منفي؟ مثبت. اللي بيقول لي نفي، فين النفي هنا؟ aren't they. 91 nobody اي حاجه فيها كلمه body انا عايز كلمه زي، شكرا شطبت على الاجابتين، ودي جمله منفيه عشان اولها نو يبقى انا عايز اثبات. 92 دي اي اف شرحتها في واجب الحصه اللي فاتت. this mobile phone هذا الموبايل فون كوست انا جاي لك تصريف تاني. لو عايز تقول لي ليه جاي لي تصريف تاني، لا اتفرج بقى على الواجب الحصه اللي فاتت وانت هتعرف هي ليه جاي لي هنا تصريف تاني، يعني ليه مش مضارع مثلا، انت فاهم؟ لا دي انت لازم ترجع لي بقى الحصه اللي فاتت، اللي واجب الحصه اللي فاتت. هنا جاي لك تصريف تاني المفروض بقلبه كلمه didn't، بقلبه كلمه ايه يا جماعه؟ didn't. جامد. يا بص
هنا انا عندي سؤال بقى في 93. You don't think I will pass the exam. اتفقنا كده الجملة منفية صح؟ يعني دي غلط ودي غلط. اتفقنا. شطارتك انت بقى، انت عايز تختار دي ولا تختار دي؟ دي احنا شرحناها على السبورة، اشرحها لي لو سمحت، ويا ريت على جروب الفيس كمان، مش على جروب مش على اليوتيوب، يعني اشرحها لي بس على جروب الفيس. 94 it is a must that. بص بقى it is a must that we should finish. السؤال هنا بقى it is a must that we should، نحن ينبغي نخلص واجبنا. نحن ينبغي نخلص ايه يا جماعه هنا؟ واجبنا. انا محتاج اخد بريك، محتاج بجد اخد بريك. لا مش قدامنا قد ايه؟ لا لازم بريك، مش قادر. هاخد بريك ونرجع تاني يا شباب باذن الله. اتفقنا؟ يلا نكمل بقى يا بطل. دلوقتي سؤال 93 ببدا اقول لك هنا you don't think I will pass the exam. السؤال النوع الاسئله ده مهم جدا 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 جدا. الحته دي على فكره شرحناها في السبوره بس انت كنت متلخبط فيها شويه، بركز فيها. صلى على النبي بالراحه وبهدوء. انا عندي ضمير اسمه I والضمير we. حلو. دول لو جبت لك بعديهم كلمه think او believe او النفي منهم، يعني النفي منهم هي كلمه don't think او don't believe. ها يا مستر، انا دلوقتي بتكلم مع ضمائر الاي والوي. حلو. كنت بقول لك هنا السؤال المزيل هنا، السؤال المزيل على الجمله اللي بعدهم، ده بشرط يكون في الاول في ضمائر اي او وي. لان امال لو في ضمير غير الاي والوي، يعني لو في هنا بقى يا مستر ضمير غير الاي والوي وجبت لك بعدين يا مستر نفس الكلام اللي هي كلمه اهي think و believe او don't think don't believe doesn't think اي حاجه. قال لك ها بقى اعمل ايه هنا؟ قال لك السؤال المزيل على think و believe نفسهم. think believe نفسهم، مش الجمله اللي بعدهم. تاني السؤال المزيل في الحته دي بيبقى على لفظ I think، اقصد على لفظ he thinks she thinks احمد believes. كان بيبقى السؤال المزيل على الجمله دي نفسها مش الجمله اللي بعدها. تاني يا مستر بالراحه. حاضر يا عم انا بتكلم. بص لو انت ما شفتش الحصه انت مش هتفهم حاجه، هتبقى قاعد اعمل كده ومش فاهم. صلى على النبي يا عم بالراحه. الاي والوي مع فعل think و believe او don't think و don't believe والكلام ده، السؤال المزيل هيبقى على الجمله اللي بعد كلمه think و believe. فاهم؟ السؤال المزيل بعديهم. اتفقنا؟ امال لو في هي او شي او ات قال لك لا خلاص السؤال المزيل مش هيبقى على الجمله اللي بعدهم، السؤال المزيل على الجمله دي نفسها. يعني ايه يا مستر الحوار ده؟ مش فاهم. يعني عندي جمله زي دي كده you don't think you اهو. حلو. هل هنا السؤال المزيل هتبقى على كلمه I will pass the exam؟ لا السؤال بيبقى على الجمله الثانيه في حاله واحده، لو الضمير اللي في الاول يا اي يا وي بس. السؤال بيبقى المزيل على الناحيه الثانيه في حاله واحده، يا اي يا وي. زي مثلا بص كده في سؤال 95 دي، حد شايف كلمه I don't believe we don't think؟ اي وي اهو صح. انت عينك بقى على الجمله اللي بعدهم، بتعمل السؤال المزيل بقى على الجمله اللي بعدهم. طبعا احنا قلنا في اول الفيديو ان كلمه don't believe او don't think هي بتنفي الجمله اللي بعدها، فاهم؟ ماشي يا مستر. يعني انا مثلا في 95 96 انا عيني على الجمله دي وعيني على الجمله دي، وخلي بالك ان الجمله دي انا هعتبرها منفيه، لان اي جمله بعد don't believe او doesn't، اي جمله بعد كلمه don't believe او don't think هي جمله منفيه، وهنا انا هعتبرها جمله منفيه. يعني is دي يا مستر هو هعتبرها كاتبها لي isn't، ووز هعتبرها كاتبها لي wasn't. طالما هو كاتبها لي isn't يبقى انا بدور على كلمه is. طب هو هنا كتبها لي كلمه wasn't يبقى انا بدور على كلمه was. حلو. نرجع بقى يا مستر ل 93 دي. 93 اتفقنا. يو ايوه انا كده هعمل السؤال المزيل على اول جزء مش على الجزء الثاني. يو دونت هنا في كلمه دونت اللي بها لي هنا كلمه دو، اللي بها لي كلمه ايه؟ دو. عيد تاني الحته دي، عيدها تاني بالراحه وشوف حتى حل الثلاث اسئله دول. طب تعالى اوريك سؤال كمان عليهم. سؤال زي 100
100. I think خلاص عينك على الجملة التانية. everyone is here صح؟ طالما هنا في كلمة one فانت عايز زي، يبقى دي غلط ودي غلط. حلو، يا دي يا دي. هنا في كلمة is، يبقى ايه اقرب حاجة لكلمة زي مع الايز؟ هي كلمة ايه؟ or. السؤال ده متكرر. طب تعالى في 101. خالد ده كده ضمير غير الاي والوي. خالد ضمير غير الاي والوي. خالد believes، يبقى انا هعمل سؤال مزين على الجمله الاولى دي مش الجمله الثانيه. بعمل سؤال مزين على الجمله الثانيه امتى في الحته دي؟ لو في ضمير اي وي، في اي وي اعمل سؤال مزين على الجزء الثاني. طب believes ده فعل اخره اس، يبقى انا عايز اقلبها له في الاخر كلمه doesn't he. ما الفعل اللي اخره اس كنت بقلبها له كلمه doesn't. نقلب هات قبلها اقصد 94. it is a must. تاني it is a must. يا مستر it is a must ثم بس هنا في apostrophe is اختصار كلمة is، فانا هقلبها كلمة isn't it. isn't it. اوعى تبص هنا، اوعى تبص هنا، مفيش الكلام ده. isn't it. 97. she hardly goes ده فعل اخره اس صح. المفروض هنا يا مستر كنت بحط كلمة doesn't، والله برافو، بس للاسف hardly اداة نفي. hardly اداة نفي، فبدل ما هي doesn't تبقى كلمة ايه؟ does. 98. no one دي جملة منفية أصلا، يبقى أنا عايز إثبات، تبقى دي غلط. طيب no one حلو، أي حاجة فيها كلمة one بحط كلمة زي، يبقى دي غلط. ريد هنا جاية لك تصريف تاني. تصريف إيه؟ تاني. المفروض لما كنت بلاقي تصريف تاني كنت بحط كلمة didn't. طب يا مستر بس في الأول في نفي يا مستر، يبقى هنا مش تبقى didn't، هتبقى كلمة did. حل بنفس طريقتي. 99. هنا كان جبت لك وراها نفي اللي هي كان هاردلي، يعني دي كده اسمها كانت. طالما هي هنا كانت اجيب هنا كلمة ايه يا جماعة؟ هنا كان. 102. don't على طول will you. don't ما تجيش متأخر تاني. let's كنت بقلبها على طول لفظ shall we. 104. nobody كلمة فيها body أنا عايز لفظ اسمه فيه زي، دي غلط ودي غلط. طب يا مستر no ده نفي، يبقى انت عايز الناحية التانية هنا ايه؟ اثبات. فين الاثبات هنا؟ have they. وانا دلوقتي بقلب يا جماعة معلش لقيت ان في شوية اسئلة على السينونيمز والانتونيمز انا ما حليتهمش. المهم يعني كلمة reflection معناها تفكير او انعكاس او تأمل. يا سلام. which two options أنهي اختيارين من دول similar متشابهين في المعنى لكلمة تفكير أو انعكاس أو تأمل، وهي كلمة طبعا meditation اللي هي معناها تأمل أصلا، وكلمة thought اللي هي التفكير. طيب loves spark اللي هي معناها شرارة أو يطلق الشرارة، فاهم؟ يطلق شرارة. what are the best synonyms؟ إيه مرادفة trigger؟ كنا واخدينها في الكلمات على فكرة. trigger برضه معناها يثير واجنايت برضه معناها يثير. بص spark strong emotions تثير العواطف، يثير هنا trigger ignite. ايه اللي الكلام ده يا جماعه؟ puppet master طبعا اللي هي معناها متحرك الخفي الكنترولر يعني في الموضوع. انهي حاجه من دول نفس المعاني ليها كلمه متحكم في حد؟ طبعا master mind اللي هي متحكم في العقول، وmanipulator معناها المتلاعب اللي بيحرك كل حاجه كده. اصل اكيد مش فيكتيم، يعني فيكتيم معناها ضحيه مش مفهم. سبورتر معناها داعم، مالهاش اي علاقه. لوب معناها عارف الدايره نيفر اندنج لوب. اقول لك على حاجه، النيفر اندنج لوب معناها دايره مفرغه. عارف كم عمال بيلف في دايره حوالين نفسه؟ عارف حد بيلف حوالين نفسه؟ الواحد هو بيلف حوالين نفسه بيعمل دايره. بيعمل ايه؟ دايره. نيفر اندنج لوب. طب فين كلمه دايره هنا يا جماعه؟ سيركل. وايه تاني؟ رينج برضو معناها دايره. رينج حتى رينج خاتم، الخاتم تلاقيه على شكل دايره. تحتيها he was praised تم مدحه. السجل عندك praised معناها يمدح. هو تم مدحه على الأمانة بتاعته. which words أنهي كلمات من دول هم antonyms؟ عكس الكلمة انت بتقول ده. أنهي حاجة من دول؟ طبعا الخداع، مع عكس الأمانة الخداع. فين كلمة الخداع يا جماعة؟ deception دي صح. وخداع لا مش deception بقى، manipulation اللي هي التلاعب والكلام ده كله، وساتيلتي برضو على فكرة. ساتيلتي هما الاتنين دول. تمام كده. كان في كلمة قريبة قوي من deception اسمها deceptive.
معناها مخادع او حاجه زي كده، على قد ما انا فاكر والله بس ناسي يعني. فبس دي حاجه كنت حابب ان احلها معاك الاول، حابب ان افهمها لك وبس. هم دول كده الحمد لله خلاص كل حاجه. باي.